بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة حكاية عائشة مثاغ. هذه القصة القبائلية هي ما يقارن سندريلا في حكايات جريم المشهورة. فالشخصية الرئيسية عائشة تهوى اللعب بالرماد، ومن ذلك اسمها عائشة مثغذين، إذ أن ثغذين هو الرماد. لكن أحداث قصة سندريلا القبائلية تختلف كثيرا عن سندريلا هوليوود. هل تريدون سماع قصتي؟ استمعوا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان أخوان، عائشة وأخوها. كانت عائشة تحب اللعب بالرماد، فكانوا ينادونها عائشة مثغذ، وأخوها كان يزاول الدراسة في مدرسة الحي. وذات يوم سألهم المعلم عن الأعمال التي تقوم بها أخواتهم في الدار، فمنهم من قال أختي ماهرة في الطبخ، ومن قال أختي ماهرة في صناعة الفخار، ومن قال أختي تحوك برانيس وزرابيا رائعة. ولما جاء دور أخي عائشة قال أنا أختي تلعب بالرماد طول النهار. لم يصدقه المعلم فأشبعه ضربا ظنا أنه كان يستهزئ به. عاد الأخ إلى الدار، وعندما بادر بتغيير قميصه رأت أخته أثار الضرب على ظهره فصاحت: من فعل بك هذا؟ أجابها المعلم. ولماذا؟ لما قص عليها ما حدث قالت له عائشة: إذا سألك مرة أخرى قل له أنا أختي. تشرق الشمس إذا ضحكت، ويهطل المطر إذا بكت، وتخضر الأرض حيث مشت، وإذا مشطت شعرها فجهة تسقط ذهبا وأخرى فضة. عندما عاد الأخ إلى المدرسة سألهم المعلم نفس السؤال، لكن الأخ أجاب هذه المرة بما نصحته أخته. ففي نهار الغد طلب المعلم يدها، وقبل والدها زواجها بهذا الخاطب الذي هو في الحقيقة ابن السلطان. يوم زفافها ركبت مع زوجة أبيها بملابسها الجميلة في عربة ستحملهما إلى دار زوجها، لكن هذه الأخيرة كانت شريرة. طبخت قرصا من الكسرة، وهو نوع من الرغيف مشهور في منطقة القبائل، ووضعت فيه كمية معتبرة من الملح. وبما أن قصر ابن السلطان كان بعيدا، جاءت العروس في الطريق فقدمت لها الشريرة قطعة من الكسرة، وبسبب الملح عطشت عائشة فطلبت من الشريرة أن تسقيها. فتصوروا ماذا قالت لها: إذا أردت أن أسقيك أعطني عينك اليمنى. رفضت عائشة وصبرت، ولكنها لم تصبر كثيرا على عطشها، فقالت لها: خذي عيني واسقني ماء. واصلت العربة الطريق، لكن القصر كان بعيدا. شعرت عائشة مرة أخرى بالعطش، فطلبت من زوجة أبيها أن تسقيها مرة أخرى، فقالت لها: إذا أردت أن أسقيك أعطني عينك الأخرى. قالت عائشة: هداك الله،
اتركي لي هذه العين لأرى بها. قالت الشريرة عينك أو متي من العطش. لم تصبر عائشة كثيرا على عطشها، فتركتها تنزع لها عينها اليسرى ضد جرعة ماء. عندما أصبحت عائشة عمياء، نزعت لها الشريرة ملابس العروس وألبستها لابنتها. أما عائشة فوضعتها تحت شجرة ووضعت عيناها في جيبها. وبينما حملت ابنتها عروسا إلى قصر ابن السلطان، لبثت عائشة بعض الوقت خائفة تحت الشجرة من الحيوانات المفترسة، لكن الله لا ينسى أحدا. فمرت من هناك عجوز عادت من أعمالها في الحقل، فلما رأتها أخذتها إلى بيتها وأطعمتها. قصت عليها عائشة مغامرتها مع زوجة أبيها. حزنت العجوز وتأسفت لمأساتها وطمأنتها قائلة: ستعيشين معي، لا تحزني ولا تخافي. عندما طلع نهار الغد، خرجت العجوز إلى أعمالها بعدما أضرمت النار في الكانون، وساعدت عائشة على الجلوس أمامه. أخرجت عائشة من جيبها شعر أسد وجلد ثعبان كان صديقان لها عندما كانت تعيش مع والدها، وهما اللذان قدما لها هذه الهدية وطلبا منها إلقاء الشعر والجلد في النار إذا احتاجت لمساعدة منهما. ما إن قذفت الشعر والجلد في النار حتى شعرت بحضورهما بجانبها، اندهشا لما رأيا صديقتهما في هذه الحال، فطلبا منها أن تضع كل عين في مكانها، ثم راح يلحسان عيناها ويتوقفان من حين لآخر ليسألاها: كيف تظهر لك الدنيا؟ في بادئ الأمر قالت: سوداء، ثم حمراء، ثم زرقاء، ثم بيضاء. وفي نهاية الأمر قالت لهما: إني أرى مثل ما كنت أرى في الماضي أو أفضل من ذلك. عادا صديقاها من حيث أتيا. أما عائشة فراحت تنظف بيت العجوز وترتبه، ثم حضرت لها عشاء شهيا. ولما رجعت هذه الأخيرة من عمل الحقل ووجدت البيت نظيفا ومرتبا أحسن ترتيبا، كما وجدت الطعام جاهزا، واندهشت أكثر عندما رأت عائشة تنظر إليها بعينين شديدتي الجمال. قالت لها عائشة: أحتاج مشطا، وهذا المنديل الذي وضعته فوق رأسك. نزعت العجوز منديلها كما أحضرت لها مشطا، فملأت عائشة المنديل ذهبا وفضة بعدما مشطت شعرها. ودعت عائشة العجوز بعدما شكرتها على اعتنائها بها، وراحت تسير حتى وصلت إلى مكان لا يستطيع أن يراها فيه أحد، فغرزت إبرة في رأسها، فتحولت في الحين والساعة إلى حمامة بيضاء طارت في السماء، وباتت تطير حتى وصلت إلى قصر ابن السلطان، ورأت
الفلاحين يحصدون القمح. ثم اقتربت من نوافذ القصر فرأت أخاها معلق أمام الدخان، فاغتاظت وصعدت فوق غصن شجرة وبدأت تغرد وتبكي في آن واحد وهي تقول: جنان يا جنان، الخوخ والرمان، أخي في دار السلطان معلق في الدخان. ثم راحت تبكي بشدة. ففي الحين والساعة تغطت السماء بغيوم داكنة وبدأت الأمطار تهطل. اندهش الفلاحون المنهمكون في عملية الحصاد من هذا التقلب الجوي المفاجئ، فتركوا أعمالهم وأسرعوا إلى مكان يقيهم من المطر الغزير. لما رأت عائشة الحقل فارغا من الفلاحين بدأت تضحك بشدة. ففي الحين والساعة انقشعت الغيوم وأشرقت الشمس حارقة حتى جفت لها الأرض والسنابل. فعاد الحصادون إلى أعمالهم مستبشرين رغم الحر الشديد. عندما باشر آخرهم عمله بجد ونشاط، راحت عائشة تغرد وتبكي من جديد. فانقلب الجو وهطلت الأمطار وترك الفلاحون أعمالهم مرة أخرى. ثم راحت تضحك فأشرقت الشمس، وهكذا طول النهار، إلا أن أحد الحصادين انتبه لها وأخبر ابن السلطان الذي نصب لها فخا فأمسكها، ثم جاء بها إلى زوجته التي أخذت مكان عائشة وقال لها: اعتني بهذه الحمامة وإياك أن يصيبها مكروه. وما إن خرج حتى مسحت بريشها الأبيض الجميل سواد دخان الكانون. عندما رجع ابن السلطان اغتاظ وأخذ الحمامة إلى الحمام وبدأ يغسل ريشها حتى صار أبيض لامعا، ثم جلس أمام الكانون حتى ينشفها. وبينما كان يمرر يده على ريش رأسها اكتشف رأس الإبرة التي غرزتها فيه فنزعها، وفي لمح البصر تحولت الحمامة إلى فتاة رائعة الجمال. فاندهش وقال: بالله أخبريني إن أنت بشر. فقالت له عائشة: لا تخف، أنا بشر مثلك. فطلب منها أن تخبره بسرها، لكنها قالت: ما ذنب هذا الولد المعلق في الدخان؟ قال لها: إنه كذاب خداع، فهذا جزاؤه. حكى ابن السلطان قصة عائشة التي كان قد خطبها ظنا أن الشمس تسطع لضحكها والمطر يهطل لبكائها وأن الزرع يخضر لأثارها، وأنها إذا مشطت شعرها فيسقط منه ذهب وفضة. لكن الزوجة التي اقتدوها له لم تكن تملك ولو ملكة واحدة من هذه الملكات، والمصيبة هو أنها لما ضحكت كشفت على أسنان مكسرة معوجة ومسوسة، وأنها عندما مشطت شعرها سقط منه القمل كالبراد. فقالت له عائشة: لن أقص لك حكايتي حتى تحرر هذا الولد،
وحتى يستحم ويجلس إلى جانبي. فقال لها ابن السلطان: لك ما تريدين. فأمر بنقله إلى الحمام، حيث استحم وقدموا له ألبسة من حرير. ثم عاد إلى مجلس ابن السلطان. قصت عائشة لابن السلطان كل الحكاية التي حكيتها لكم، فانفتحت الأرض وكادت تبتلعه من شدة دهشته، إلا أن عائشة ساعدته وأخرجته سالما. فقال لها: ما جزاء هذه الشريرة التي لم ترحمك؟ قالت عائشة: إنك ابن السلطان، أحكم بما تشاء. أمر ابن السلطان بربط الزوجة المزيفة إلى قدم خيل، وطلب من جزاره أن يجرها عبر 7 مقابر، وأن يقطعها إربا ويبعث لحمها لأمها. عندما وصل اللحم إلى أمها فرحت كثيرا ووزعته على جيرانها، وقالت: يا فرحتي، لقد وصلني ربح ابنتي. أعطت عظما للكلب وقالت له: افرح لي يا كلب، هذا ربح ابنتي. ثم أعطت قطعة صغيرة من اللحم للقطة قائلة: افرحي لي يا قطة، لقد وصلني ربح ابنتي. وبينما كانت الشريرة تتعشى مع ابنتها الثانية وهي تأكل لحم ابنتها الأولى، تعرفت هذه الأخيرة على عين أختها، فقالت: أمي، هذه عين عتليس. عتليس هو اسم ابنتها. فقالت لها أمها: اسكتي، كلي واخزي إبليس. لكن البنت أصرت ووضعت العين أمام أمها، فتعرفت هي الأخرى على العين، لا شك أنها عين عتليس، فراحت تصرخ وتبكي: ابكي معي يا كلب، لقد أكلت ابنتي. فقال لها الكلب: أعطيتني عظم ساق، سأبكي لك بالحلق، هو 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 هو. ثم قالت للقطة: ابكي معي يا قطة، أكلت ابنتي. فقالت لها القطة: أعطيتني قطيطة واحدة، سأبكي لك بعين واحدة، مياو مياو مياو. أما عائشة عاشت مع أخيها في قصر ابن السلطان بعد أن أقام حفلا دام 7 أيام و7 ليال. لقد وصلت إلى نهاية حكايتي. عبرت بحكايتي أنهارا ووديان، وحكيتها لأجود البنات والغلمان.